بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة ان شاء الله هنبدأ يوم جديد مع بعض وروتين جديد واختراع من اختراعات اختكم الخطيرة. بصوا بقى، انا اخترعت النهاردة كيكة. يعني وانا بتفرج على الانستجرام وعلى النت الاقي الناس بتعمل كيكة الجزر، كيكة المش عارف التفاح، كيكة المش عارف ايه. فانا عندي جزر في التلاجة وهيدبل، وكمان عندي تفاح وعندي زبادي الحمد لله يا رب. فاعمل ايه بقى؟ رحت جبت جزرتين وجبت تفاحية وجبت حتة جنزبيل، لقيت عندي جنزبيل يعني فريش كده. رحت بشرام كويس بالمبشرة، ورحت جايبة 3 بيضات وكمان كوباية زبادي وقرفة بقى وفانيليا. ماشي، وحطيتهم كده على بعض وقعدت اقلب اقلب اقلب. طيب انا عايزه اعمل كيكه الجزر بس يكون باين فيها الجزر. هي بصراحه ما طلعتش زي الكيكه، هي طلعت اكنك عامله خليط جزر بالتفاح بالجنزبيل كده، وماسكاه بالبيض يعني، ومحلياه مثلا بالزبيب او لو عاوزه تحط له بقى سكر دايت او كده. بس انا يعني استغليت السكر اللي في التفاح مسكر قوي. وحطيت كمان جوز هند لان انا بحب جوز الهند جدا. قعدت اقلب كده وحطيت بقول لكم شويه زبيب كده. ويا بنتي امل اعملي كيكايه يلا، غيري شويه من الكيكايه بتاعتك. وفكركم وانا سكت، انا يعني الكيكايه دي اتركنت او انما اكلت نصها كده. بس زهقت، انا عايزه من الكيكه التانية بتاعتي. ودهنت وشها كوبايه زبادي كده ساده، مفيش اي حاجه، معلهاش اي حاجه. شايفين كده؟ كان يعني اخدت قطعه كده والله طعمها حلو، بس يعني ايه، مش زي الكيكه اللي انا بعملها. وبعد ما اكلت منها بقى كده شويه وقعدت كده يعني استقنيصت كده وروقت نفسي، رحت عملت لي كوبايه القهوه اللي بتفصل الغريبه دي. وطبعا يعني ما دخلتش بقى المطبخ بعد كده خالص، يعني قعدت في بره فترة طويلة، قعدت يجي 4 ساعات بقى مع الولاد بقى بره في الصالة، روقت الصالة كده يعني شوية شغل كده على السريع يعني. وانا بقى من بالليل كنت سلقة لحمة وعاملة يعني بطاطس عاملاها بصلصة وبصل وفلفل وكده، علشان كنت متخيلة برضو ان انا عندي مشوار الصبح بس ما رحتوش اتأجل يعني. ف إيه، اما بكون رايحة يا جماعة مشوار تاني يوم الصبح بحب اعمل الاكل من بالليل او اجهزه ان انا ادخله الفرن مثلا او حاجة. فما روحتش، فخلاص قعدت بقى مع الولاد وما عملتش حاجة بقى غير ان انا سويت بس السراير كده والغرف وعلى السريع. انا مروقاها اصلا، انتوا عارفين منضفة تنظيف كويس. ف قعدت بقى لحد بقى بعد ما صليت الظهر ودخلت بقى علشان اعمل ايه؟ الغدا. حطيت بقى البطاطس واللحمه كده في قلب الطاجن ودخلتهم الفرن بقى يكملوا، انا عاملاهم نص سوا، دخلتهم بقى يكملوا سوا في الفرن. وهعمل هنا بقى رز بالشعريه، رز بسمتي، رز بسمتي بالشعريه، نفس طريقه الرز المصري عادي. المهم بحمر الشعريه كده في حته سمنه بلدي خفيفه. طبعا اللي كان ظاهر في الصوره ده ابني. المهم يا جماعه بقلب كده كويس، وبعد كده بحط له ميه من الكاتل يعني. كانت غلت كده وسبتها هديت شويه، وبعدين حطيتها بقى للرز وسبته يستوي على نار هاديه. وده كان الغدا بتاعنا النهارده يعني الحمد لله. كان لذيذ قوي قوي، واللحمه الحمد لله كانت مستويه، كانت لحمه جديده كده، كنا جايبينها برازيلي هي، بس جميله قوي والله العظيم، طلعت حلوه جدا. على فكره مش حاطه ملح كتير، بس هو البسبوس بتاع العلبه بينزل حبه صغننين بحبه صغننين كده، فبضطر ان انا افضل يعني احط كده. كان عندي بقى شوية الحاجات دي في الحوض كده عايزة تتغسل، حاجات بسيطة يعني مش كتير. وطبعا الحلة اللي مكان الصلصة انا حطاها في الجنب على شمالي هنا يعني مش باينة. فغسلت الأول الكوبايات والمعالق والكم طبق دول، علشان لما اجي اغسل الحلة مكان الصلصة ما توسخش الحاجات دي صلصة بقى وكده يعني. بشطف كده الحاجة الأول بقى، دي طبعا مكان البن والتانية دي كان مكان شاي بتاعي برضو. ما بتوبش، يقولوا لي توبي وانا ما بتوبش،
عن القهوة والشاي يعني. المهم يا جماعة فضلت بقى. الصابون ده جميل قوي، كان جوزي جايبولي من محلات ابو خمسة. بصراحة حلوة ومش ماركة معروفة يعني زي فيري او بريل او يعني اللي هما الماركات المعروفة دي، مش بس ده كان حلو جدا. الزيت بريك ده اهو ب5.75. هللة وحلو يعني. وبصراحة هي خلصت عشان انا بغسل مواعين كتير قوي يا جماعة. والله العظيم انا بغسل مواعين كتير قوي، مش عارفة ليه. مواعين كتير جدا في اليوم، ولا اكتر من 5 6 مرات. يعني لو حتى على شوية كوبايات مكان عصير، ولا كوبايات مكان شاي، ولا معلقة مكان تقليب حاجة، المهم ان انا بغسل طول النهار. العلبة الحمرا دي ما بتفضاش، ولا الحوض بيفضى. كل شوية اغسل اغسل واغسل الحوض، والحوض ده مزعج جدا، انك بتبقى عايزة تغسليه على طول عشان ما يعلمش فيه حاجة، مش زي الحوض الستانلس بتاعتنا الحلوة دي. طبعا كنت بحط في الصفاية هنا، وطبعا هنا قلت بقى اما افضيها. سبت الحاجة اتصفت شوية وقلت اما افضيها، وقلت بقى اغسل الحوض تاني كويس. طبعا كان معلم اصفر كده، هو مش باين لكم في التصوير قوي بس معلم اصفر كده. فصبنته تمام، وقمت رش عليه كلور وسبته بقى. مش هشطفه الوقت علشان الكلور يفتحه شوية من مكان اللون الاصفر ده. وطبعا الرخامة بتاعتي نظيفة وكل حاجة، بس مكان ما كنت بحط البطاطس في الطاجن وكده يعني طرطشت شوية كده. فقلت لما ألمع حواليا كده، ولمع الحتة بتاعت الرخامة دي. هي دي بس الحتة الوحيدة اللي بتاعت الرخامة اللي عندي اللي بشتغل فيها. الرز اهو استوى شوية، نص سوا طبعا لسه ما خلصش. فلما بيتشرب المية بتاعته بقلبه كده كويس، عشان كمان بيقوم عامل قعر. بيعمل قعر ليه يا امل؟ عشان البوتاجاز بتاعي عالي مهما اوطي النار بتاعته، ولسه حاليا مش لاقيه الشياطه دي. او بمعنى صح انا ما خرجتش عشان انا اشوف الشياطه دي اساسا واجيبها. رحت قلت اعمل لي بقى كوبايه نسكافيه. ويا جماعه انا يعتبر آه، الامساك ده صعب جدا يا جماعه، والله العظيم انا من يوم ما خلفت بنتي الكبيره وانا مريضه بيه. فباخد حاجه ملينات اعشاب مش عارف ايه، ما بحبش الادويه. انا بصراحه جسمي شبع ادويه، فما عدتش بطيء الادويه. فالبسكوته دي طبعا مسكره وغلط على الدايت اساسا. بس انا بعمل ايه بقى؟ بجيبها وافتحها، هي عامله زي الاوريو كده. بفتحها واحط البودرة الاعشاب او مرة اسمه راوند، بحطها جوه او سيناميكي او اي حاجة، واقوم واكله البسكوتة عشان اخلص من طعم الملينات دي او الاعشاب دي. وعشان اخفف شوية على نفسي من مرارة البتاع ده اللي هو النسكافيه، علشان معدتي انا مش بحبه. انا مش بكره ان هو مر، انا بحبه جدا. بس عشان اخفف عليا معدتي شويه، فحطيت شويه من اللبن المبخر كده. ورحت قعدت في اوضتي عند التسريحه على الكرسي كده عند التسريحه، اتفرج شويه على حلقه المسلسل دي واروق. بعد بقى ما جوزي رجع من الشغل واتغدينا وغسلت المواعين ونضفت، فواقفه كده. يا جماعه والله ما انا عارفه، أنا مش عارفه انا بعمل في نفسي ليه كده. المفروض ان انا كان عندي سمك هعمله تاني يوم، او يعني هضطر اعمله بق تاني يوم. فما عنديش توم، فقلت ان انا هقشر شويه توم. رحت مطلعه التوم في الكيس وحطها على الترابيزه، وسبت التوم. ورحت جبت المكنسه حطيتها في الصاله، في المطبخ المكنسه عشان انضفها يعني. سبت بقى المكنسه تمام، ورحت لميت الغسيل وطبقته وسبته، ودخلت ابص للمكنسه تاني. قعدت اقول لها هنضفك ولا مش هنضفك؟ وهي تقول لي والنبي نضفيني، ده انت من يوم ما مشيتي نهائي وانت ما نضفتنيش. وانا اقول لها بس مش قادره وخايفه اكتشفك من جوه. تقولي طب بس والله انت لو فتحتيني كده هصعب عليكي اللي فيا. فبصراحه سبتها ورحت بقى شلت الغسيل عنده في الدولاب. وانا عارفه يا جماعه ان الدولاب مش مرتب، بس مش مشكله. مع الوقت يا جماعه والله هرتبه. انا رتبت الدولاب ده مرتين 3 والله. بس الضلفه دي فيها الفرش او الملايات او الحاجات اللي بنفرشها يعني. ف بطبق وعين على طول. هم شايفين المكنسه يا حبيبتي يا روحي؟ بجد زعلت عشانها قوي واتخضيت. طبعا كل ده شعر القطط ووبر والتراب بقى. شايفين دي طبقة سميكة جدا جدا على كيس المكنسة.
ويا جماعه والله مش بقصر، انا دايما بحب انضف المكنسه بتاعتي، بس انا يعني باجي اسبوعين بالكتير، ما بلحقش ان انا في تنظيف البيت، فالمكنسه دي بالنسبه لي ما بنضفهاش اصلا لما باجي هنا يعني لوحدي. جوزي بينضفها، يشيل التراب منها، شويه التراب اللي في الحله دول ينضفهم وخلاص، لكن الكيس ده ما بيغسلوش ولا يعرف يغسله اصلا. المهم ان انا حطيت نفسي في مأزق دلوقتي ومش عارفه انضفه ازاي. شايفين الطرطشه بتاع مجرد ما فتحت الحنفيه وبدات ان انا ادعك فيه مش راضي. رحت جبت الفرشه وقعدت انضف في التراب، قعدت لي والله العظيم يجي ساعه. وطبعا المطبخ اللي انا كان ساوي منضفه اتبهدل تراب برضو، يعني اتبهدلت عشان انضف الكيسه دي. جبت بقى شويه صابون بعد ما خلاص بقى يعني نضفته من التراب خالص، عايز يتغسل بقى. وقعدت ادعك بالفرشه ادعك بالفرشه لحد ما الكيسه نضفت. حتى لو تشوفوا وانا بشطف كده ما بينزلش ميه ومش نظيفه ولا حاجه، الميه بتنزل نظيفه. وغسلت بقى الصفايه ونزلت المعالق دي، كان كله طرطش عليه. شايفين انا حاطه السلكه بتاعتي فين؟ في الشباك عشان تتهوى. المهم غسلت بقى كل ده بالصابون تاني، وصبنت الحوض كويس وسبته بقى كل حاجه تتصفى. وجيت هنا بقى على اللي هو الجهاز الاساسي اصلا بتاع المكنسه، اللي هو الموتور نفسه. انا عارفه انه هيتوسخ تاني تراب، بس يعني كمالة النظافه بقى، يعني نكون رحيمين بالست كده ونخليها تنضف خالص خالص وتفوق كده وتبقى فريش. هتقعد لها على التنظيفه دي سنه ولا حاجه يعني. او انا هحاول ان انا لو جيت هنضفها تمام، وانضفها التنظيفه الحلوه دي. لو نسيت بقى او اتشغلت في حاجه تانية انتوا بقوا ذكروني لما تلاقوني هنا. قولي امل ما تنسيش تنضفي المكنسه، ما تنسيش حبيبتك وايدك اليمين واختك الغاليه ما تنسيش تنضفيها. ما اصل احنا لازم نقدر حاجتنا كده يعني، لازم نقدرها ونكرمها كده يعني، علشان تفضل عايشه معانا ومكمله، ما نضطرش ان احنا نتاذي فيها يعني. المهم جبت ملمع الزجاج، هو ده اللي انا اقدر انضف بيه دلوقتي، وما عنديش منظفات بصراحه تانية خالص. جبت الفوطه كده وبدات ان انا ارش على الفوطه واطوق التراب على قد ما اقدر خالص. فضلت امسح فيها والله العظيم خليتها فله، بقت بتبرق. وطبعا انا ما ينفعش ارش كده على الموتور مباشر يعني، انما انا رشيت هنا لان هنا مش كهرباء ولا حاجه. ولما عطاه خالص، انا جوزي بقى كان نايم وصحي من النوم، انت غاسله حتى الموتور غسلاه؟ قلت له والله ما غسلته، والله ما غسلته، انا بريئه. هو جوزي متخيل ان انا يا جماعه بحط الحاجه كده وارش بقى وامسك الخرطوم ورشش فشاش وافضل لا والله، وظالمني. يقول لي يا رب المكنسه تشتغل. على فكره ما شغلتهاش لحد دلوقتي، لسه ما شغلتهاش. فهنتفاجئ كلنا، كلنا هنتفاجئ مع بعض. انا ما اعرفش هي شغاله ولا لا، بس هتبقى شغاله يعني. اللي حصل يعني انا غسلت الحله وغسلت الكيسه ولمعت الموتور، ما عملتش حاجه تاني يعني، ده جزاتي. ف وليه يا جماعه انا بنضف على الحوض؟ لان انا ما بحبش اوطي من ظهري، فواقفه بقى مصلوبه كده وبشتغل على حوض المطبخ، مش بقى اروح عند الحمام بقى ووطي وادعك واعمل، لا. فانا واقفه على الحوض اهو. جيت بقى هنا بقى عشان اقشر التوم ده علشان اجهزه للسمك، والله ما قشرته. خدنا بعضنا وطلعنا نجيب طلبات للبيت. ورجعت بقى لقيت المكنسه نشفت، وقلت ان انا اعينها بقى. شايفين بقى كيس المكنسه بقى نضيف وزي الفل ازاي؟ انا والله لسه بعبايتي وكنت فرحانه بقى ان هي نشفت، ان الكيسه نشفت، وقلت اركبها بقى وعينها. ما شغلتهاش والله، ما شغلتها لسه. ان شاء الله شغاله معاكم واحنا بنعمل روتين كده معلش بقى ما عرفتش اكمل كلام لان الروتين كان خلص اصلا، بس حبيت ان انا اوريكم هنا موكا وهي كانت قاعده بتحرس لي المكنسه على ما كنت اخرج وارجع عشان اكمل معاكم كلام. بس على طول افتح معاكم كلام كده ونقعد نتكلم مع بعض، واحكي لكم بقى على يومي بالتفصيل وبنعمل ايه ولا بعمل ايه انا، حبيبه قلبي الغاليه الطيبه. وعايزه اوريكم كمان شويه حاجات كنت جايباها من محل الحبيشي. الحبيشي ده محل حلويات كده جمله وبتاع. فروحت انا والولاد يعني، فابني جاب البتاعه دي مشروب طاقه،
انا ابني كبير يعني مش صغير، الحمد لله ربنا يبارك فيه. جبنا مشروب الطاقة ده فيجربه. وكمان كنا عدينا على محلات القطط، جبت اللي هي المكافأة دي لموكا وسوسو يا حبايبي، ما بيجيلهمش خالص. وطبعا ده الاكل كمان اللي هما بياكلوه دراي فود. انا عندي موكا وسوسو ما بياكلوش غير دراي فود، ما بياكلوش اكل البيت خالص. عكس عفاف عندي في مصر بتاكل ممكن من اكل البيت، لكن موكا وسوسو ما بياكلوش من اكل البيت خالص. عدينا برضك على محلات بصمة الهرم، جبنا مناديل هي بقى عشان مخفضة شوية، وجبنا زيت الزيتون ده، هي ازازة صغنونة بس تمشي الحال الفترة دي. و... وما كانش عندي فول مدمس خالص، يعني بيبقى في الفطار مثلا للولاد او لجوزي وكده. التلاتة دول باين ب5. وكمان الحليب المبخر مهم بالنسبة لنا هنا، يعني لما بنكون هنا بنحاول ان احنا يعني نستخدمه علشان احنا بنحبه، مش موجود في مصر او مش موجود قدامنا يعني في مصر. الحليب المبخر ده جميل قوي، بيخلي الشاي والقهوة طعمهم تحفة. اهو ده بقى محلات حلويات الحبيشي اللي جايبين منه المشروبات، مشروب الطاقة بتاع ابني ده. الكيك ده اللي اسمه كيكنا روعة، عامل زي الكب كيك كده يا جماعة بس بالقرفة، رهيبة والله العظيم، طعمها خطير. دي احلى طعم. في اطعمة تانية بالتفاح وفي بالدخن ومش عارف ايه، دي احلى حاجة. الكيكة الياباني دي عظيمة، مش قادرة اقول لكم على طعمها. ريحتها وطعمها كان مفاجأة بالنسبة لنا، دي كانت اول مرة نجربها يعني بصراحة، كانت مفاجأة. التوكبوكي ده اللي هو الياباني ده، ولا هو المكرونات زي الاندومي الكوري والحاجات دي، دول بقى بتوع بناتي يعني جايبينهم بيعشقوهم. لما برجع هنا لجوزي مثلا وجايله مثلا زيارة مثلا ولا حاجة، يا ماما هاتلنا معاكي والنبي اندومي كوري والتوكبوكي دي. جبت القهوة دي ويا ريتني ما جبتها، بن فاتح بالليل، وحشة وبتسقط كده في الكوباية وخفيفة. ده ترند كده طالع بيلفوه حوالين الايس كريم، عاوزين يجربوه برضو. الحاجات اسعارها حلوة يعني. وده الجيلي، جيلي فواكه كده برضو بيحبوه. جايبين شوية حاجات كده من ساعة ما جينا، ما كانوش جابوا شوية حلويات ولا حاجات من دي، فجابوا حاجات يجربوها. معمول عمان ده روعة روعة، تحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجة كده فيها لبن بودر ناعم كده زي السريلاك بتاع الاطفال، وانا عاجبني طعمه كده بصراحة. وجبنا كيس التسالي ده بالكمون.